السلام عليكم اخواتي. اخواتي بص شكلي بيتبهدل احلى بهدله. صباح الفل يا رجاله، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جيت لقيت الحوض بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، يعني جميل. الميه ما اتبهدلتش قوي، كانت حاجه بسيطه، فغيرت كده 25% من الميه بقى، اللي هو ايه التغيير الطبيعي يعني. والحمد لله البكتيريا صد معانا. انا كده كده بستخدم البكتيريا اللي هي بتاعت جرود باكت بتاعتنا. بصوا يا جماعه، عشان الموضوع ده بس ايه نتكلم فيه اول قبل اي حاجه. يا ريت بس احنا شغالين بقالنا كام يوم بننقل معلومه للناس، بنحاول نعلمهم. فالتفاعل مهم جدا، الشير للحاجات دي تعلم الناس معانا، المحتوى يبتدي ينتشر. احنا اللايفات بتاعت اليومين اللي فاتت بسم الله ما شاء الله واصله ل 7 و 8000 مشاهده. فيا ريت يا جماعه الناس طالما بنقدم محتوى فريد وبنقدم محتوى الناس تتعلم منه، ومحتوى قيم مش محتوى تافه، الناس تساعدنا على الانتشار، وان هي تعمل شير، وان هي تعرف الناس وتنشره في الجروبات بتاعت الواتساب. تساعدوني في الموضوع ده، لان انا ببقى شغال في حته والناس تساعدني في حته تانية. فعشان برضو الكلام ده يفرق مع الصفحه ويفرق مع الفيديوهات والانتشار والكلام من ده. بس ده مش هنطول في الموضوع ده قوي، ودي حاجه راجعه لكم انتوا وذوقياتكم. المهم ان النهارده انا جيت لقيت الحوض هياخدني كده ان انا ازرع بعض الحاجات، وان انا اخد خطوه ان انا ازرع وقلبي جايبني ان انا ازرع حاجات تيست صعبه جدا. فتعالوا يلا النهارده انا جهزت شويه زرع دلوقتي، يعتبر مش صعب، لا ده ادفانسد. مين حموكش ده؟ ازيك يا استاذ احمد؟ صباح الفل يا باشا عليك، عامل ايه؟ اخبارك؟ المهم ان انا هزرع الحوض النهارده، وجهزت شويه نباتات كده، وغيرت 25% من الميه الحمد لله. الموضوع اللي كنت عايز اكلمكم فيه الجرود باكت، اللي هي البكتيريا بتاعه الجروت، اللي هي مخصصه اصلا النباتات. انا بستخدمها في ان انا اعمل بيها دوره بيولوجيه، انها بكتيريا نافعه تمام. بس انا ما ينفعش انزلها في السوق واقول عليها ان هي بتاعه دوره بيولوجيه، يبقى انا كده بظلمها، وعمري ما هعمل اللقطه دي. اللي عايز ياخدها يعمل فيها كده ماشي، مش عايز انتوا حرين. وناس كتيره جربتها في ان هي تعمل بيها ستارت وتعالج بيها الدوره البيولوجيه، والحمد لله الموضوع يعني قيم جدا. اللي ما يعرفش ايه هي جروت باكت، البكتيريا دي شغاله معانا بقالنا اكتر من 7-8 سنين. بكتيريا محضره معمليا في معمل شركه الابحاث للعلوم الزراعيه، اللي هي الشركه الراعيه للمزرعه. المهم يعني هو عمر كمان معانا في اللايف اهو، الحمد لله مجرب البكتيريا دي. ليها اثر ايجابي كويس جدا على الدوره البيولوجيه، وليها اثر ايجابي كويس جدا على النباتات والنمو بتاعها والتجدير. يعني مش بكتيريا بتاعت بكتيريا رز وبكتيريا تحلل مش عارف سمكه بطريق القطب الشمالي والكلام الغريب اللي احنا بنقعد نسمعه ده. دي بكتيريا معمليه، يعني متحضره ومتراقبه وطالعه تحت معايير معينه، زي ما بيقولوا معايير جوده. المهم يلا بينا، انا هحط التليفون على اصوبه على الحوض، وهوريكم ازاي نزرع اول حاجه، وازاي نختار توزيع النباتات. عشان الموضوع ده انا بتصدع فيه كتير جدا. ناس كتير تقول لي انا عايز اعمل سكيب للحوض. يا جماعه السكيب ده بيبقى فن، مش عنه. السكيب ده يا جماعه بيبقى فن وذوق تمام. انا بديك الفكره، النباتات بتتحط ازاي وترتيبها عامل ازاي، انت بقى كمل. يعني انت عايز بقى انا بحطه شمال، انت عايزه تحطه يمين، انا بحطه في النص، انت عايز تحطه ورا. انا معلي مثلا الحوض من ورا، في ناس ما بتحبش تعلي من ورا. بس فعقبال كده ما احضر، بس اروح اجيب النباتات واجي. اعملوا شير لللايف ده على الجروبات بتاعت الواتساب والجروبات بتاعت الفيسبوك، وخلي الناس تتعلم معانا عشان تخش تتابعنا. ثانيه واحده بقى، ولو في اي مشكله يبقى قولوا لي. استنى اخلي الكاميرا دي هي اللي شغاله، والناس تتابعني بالدنيا. شايفين كويس الصوت بتاع مش عارف ايه، لان انا عالجت الحته بتاعه الصوت والكلام من ده تمام. طيب كده انتوا شايفيني؟ ها طبعا الجزء متشاف لحد هنا، فانتوا عايزين تشوفوا الزاويه كلها. طيب يبقى انا عايز اخش هناك. طب لو جبنا الكاميرا هنا هيبقى انتوا شايفين؟ شايفين. طيب يبقى ننزل ده هنا.
ولو في اي مشكله في الصوت يا جماعه بكتبوا لي. ها، تم تجربه لعمل دوره بيولوجيه وكانت تمام. حبيبي يا عمر، ربنا يبارك لك يا رب. طيب كده الزاويه بتاعت الحوض كلها واضحه صح كده؟ تمام. مش نبعد ده كده عشان الناس تشوف صح الصح كله تمام. شايف تمام؟ ربنا يستر على التليفون. انا عايز اقول لكم انا حاطط التليفون في حته خطر، ربنا يستر. طيب معاك الجفت اللذيذ بتاعك اهو. انا جايب الانتيرا روسفوليا، هكمل بيها السكيب. انا بس خدت كده شويه خطوات متسارعه اليومين اللي فاتوا، لان كان عندي عود بنتفيدا هنا كان قرب يشطب مني، وده اخر عود عندي تقريبا. النبته دي اختفت من مصر كالعاده. حطيت بوجستمون الكتوس ورا، شويه نباتات بسيطه بس هنكمل عليها. المهم بص مثلا انا حاطط واحده هنا اهي. تمام. انتوا الصوت سامعيني تمام يا جماعه ولا في اي ادنى مشكله؟ استناني، في حد بيتكلم بيقول حاجه. تمام، الله ينور، بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك. طيب الصوت يا جماعه، الصوت تمام ولا في اي ادنى مشكله؟ استاذ محمد نجيب، بسم الله ما شاء الله بالتوفيق، اللهم صل على النبي. حبيبي يا جماعه، الله ينور عليكم. والله يعني انتوا اللي محمسيني ان انا اطلع كل شويه لايف واعمل معاكم الحوض ده واعلم الناس وكده يعني. تمام الصوت، طب الحمد لله. طيب انا ان شاء الله هاخد تجربه ان انا اجيب مايك دي، عشان موضوع المايك ده مهم. طيب ده هنا هكمل، يا اما عايز احطه هنا احطه هنا، يا اما عايز احطه هنا في الجنب احطه في الجنب، يا اما عايز احطه بميل احطه بميل زي ما انا عايز. انا هحطه كده. تمام. طيب خلاص زرعت، حطيت الجدر زي ما انتم شايفين، سحبت الزرعه خلاص. يا نهار اسود، التليفون وقع. التليفون كان هيقع في الحوض اللي انا ساند عليه، ربنا يستر. ربنا يستر. طيب شايفيني كده تمام تمام. طيب بجيب النبته اهي ليها جدرها، بشيل اخر ورقتين من تحت كده من هنا. تمام. عشان ادي براح بس ان انا انزل بيها ايه في الارضيه بتاعت الحوض. بص الزرعه ليها كذا مسك، يا اما اعملها كده عشان اغرز كده، يا اما امسكها من هنا كده، وكل واحد وليه ايه غرزته. يعني انا بحب اغرز كده زي ما هي. بصوا عليها. لا هنا لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه. طيب تمام تمام كده معايا الناس. حبيبه استاذ احمد، الله يعزك يا رب. طيب دي مثلا الالانتيرا روسفوليا. بص بقى، انا بعشق عيله الروتالا، بعشقها عيش، وبحبها في الاحواض الصغيره. دي روتالا باتر فلاي ميني، روتالا باتر فلاي ميني. انا جهزت الحزمه دي، وانا عارف انا هعمل ايه. هحطها ورا هنا. بص هروح بيها فين؟ في الظهر في الاخر خالص، عشان تديني مع العلو اللي انا عامله ورا الشكل اللي انا عايزه. في اقصى الجنوب هنزل اهو. تمام. بس دي الروتالا الماكندرا الباتر فلاي، اعتقد اللي هي تايب 4. انا بعتز جدا بالنبته دي، خصوصا ان هي صعبه، مش موجوده عند اي حد في مصر، مش موجوده في مصر تقريبا غير في كام هاوي كده خدوها مني وربنا يستر عليها عندهم يعني. طيب دي الجونكوز ريبنز برضو من النباتات النادره في مصر جدا، تقريبا برضو مش موجوده. هحط كده هنا ايه واحده في الظهر لحد برضو ما نجيب اخواتها ونشوف هنعمل ايه. طيب كده احنا حطينا الروتالا ورا اهي.
البوجستمون هيل فري، تمام. هي اكتر نبته مناسبه جدا للوسط ده، وبتدي لاندسكيب عالي قوي في الحاجات اللي زي دي. بص اتفرجوا، يعني مثلا هنيجي عند المنحدر اللي هنا ده، يا اما المفروض تتحط هنا. لحد دلوقتي لسه ما خدتش قرار ان انا هحط كاربت ولا لا، بس على العموم انا هحطها هنا ايه قدام اهي. هي نبته يعني ميديوم تك، مش حاجه يعني جامده، بس احطها هنا كده. انا كنت بفكر ان انا عايز اعملها هنا ورا، بس ايه غيرت تفكيري. تمام الناس، تمام. طيب بص، انا عايز اوريكم حاجه مميزه جدا. دي نبته اللاندرينا، دي نبته اللاندرينا. بص طلعت زهره شكلها جميل جدا، سبحان الله. بص دي نبته اللاندرينا اهي، مطلعه يعني كده الاضاءه حلوه صح. بص مطلعه زهره جميله قوي قوي اهي. ما علينا، والله انا لحد دلوقتي مش لسه، بس هنحطها هنا. انا هجيب اللاندرينا هنا، خليها جنب اخواتها هنا كده هنا، بس لحد ما نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا الزهره دي نزلت الميه انا هتموت. معانا لوجيا انكلانتا ريد، برضو دي من النباتات النادرة جدا في مصر، ويعتبر برضو مش موجودة، فبعتز بيها شويتين. هحطها هنا في الظهر ورا جنب اختهم هنا في الحتة دي. النبتة دي بتحب الإضاءة القوية جدا جدا، فهنديها براح هنا كده في الايه، في الحتة دي. المهم يا جماعه، انتوا عرفتوا بتزرعوا ازاي ولا ايه؟ انا بالجفت ووريتكم الاساليب بتاعه الزراعه بتاعه الجفت. ماشي؟ ماشي. في معانا كمان عود اهو، هننزله جنب اخواته. معانا عود كمان بوكستمون اريكتوس اهي. النبته دي هاي تك، حطها جنب اخواتها برضو. معانا لوجيا انكلانتا كوبا اهي، او اللي بيقولوا عليها بنتينال يعني، سواء كده او كده. طيب دي هنحطها هنا برضو، وهنجيب اختها معانا هنا اهي. الصورة واضحة تمام للناس كلها ولا في أي أدنى مشكلة؟ الصورة واضحة للناس يا جماعة؟ الصورة واضحة تمام ولا في أي أدنى مشكلة؟ احنا حطينا ورا أهو الحاجة، زرعنا هنا في الأركان اللي ورا. طبعا النباتات شكلها معوج، بس لما الإضاءة تشدها هتظبط حالها. معانا ميروفيليا جيانا اهي، نحطها برضو ايه في الظهر هنا كده ورا.
على فكره كل الكلام ده قابل للتعديل، انا بس بحط كده كروكي وبعمل ده. انا عايز اقول لك يعني احنا الجحود واصل بينا ان احنا بنعمل تيست بنباتات، يعني الموضوع صعب، يعني الموضوع صعب. نحط دي هنا كده. مش عارف انا اللندرينا شكلها مش عاجبني ورا، ممكن نحطها هنا. بص بقى، دي باكوبا ساليزماني. النبتة دي انا بعشقها اهي، بس صحتها مش احسن حاجة، بس عشان كانت بتعمل في الحر. فهنزرعها بقى هنا وايه، والله المستعان. يعني كانت في هنا واحدة كنت حاططها ساليزماني في اهي، نحطها مثلا هنا. باكوبا الساليزماني تمام. وفي دي كراتيولا، هنحط العود ده كده لحد ما نشوف هنعمل فيه ايه. دي كراتيولا، عايزه برفع الغاز، اعلي الغاز شويه. ماشي بعد ما نخلص. دي برسكاريا وبرسكاريا ساو باولو. هنقلم الزرع كده من تحت اهو. دي هتبقى نبتة جنب او ظهر، عشان النبتة دي بتعلى بشكل عبيط يعني. فهنحطها هنا كده. في واحدة كمان ساو باولو اهي، هناخدها ونحطها هنا في الظهر ورا. بس كده هشيل الاجروفيليا دي، بس انا مسميها سايبها بس عشان اشوف التست بتاعي واصل لفين. دي امانيا جولد، امانيا جولد. بص بقى نحطها فين عشان نعمل ماتشنج مع ايوه سامعك اللي بتقول الالانتير، عشان نعمل ماتشنج هنا. دي الامانيا جولد، المفروض تبقى اقصر من كده، بس عشان انا كنت حاططها كده في مستوى عايز منه نمو اكتر من ان هو يديني مستوى يعني، بس ان شاء الله يدينا هنا مستوى كويس. اهو ننزل بيها كده. نعمل ماتشنج مع الالانتيرا. المفروض الالانتيرا دي يعني تفرشح على الارض وتفرد ورقها، فالموضوع هيبقى شكله في اللذيذ يعني. تمام، ايه رايكم في الماتشنج ده؟ انا بعد ما اخلص هقلب الكاميرا واوريكم يعني. شوية لندرينا كمان طبعا هنا هم جنب اخواتهم. انا حاسس ان في جمبرية جت معايا، في جمبرية جت، في جمبرية نزلت القوس.
شكلي كده هعمل النهارده نزول للجمبري كمان. ولا ننسى الجدير بالذكر الروتالا بونساي. الروتالا بونساي هي دي بتاعة الأحواض دي، هي دي بتاعة الأحواض دي. تمام؟ هناخدها نحطها هنا برضو في الايه؟ في الحتة دي. في كمان التويستر تورنيدو انا كنت حاططها هنا كده امبارح. وانا نظري مالي. تويستر تورنيدو دي برضو من الحمد لله الحاجات اللي انا مقتنيها، مش موجودة كتير. هنعمل اكسار للعود ده، نحطه هنا كده عشان نعمل ماتشنج برضو ايه مع الاريكتوس، وهنا مع اللولوه دي هنعمل شويه شغل ان شاء الله عظمه. بص هو في بقى ايه ده عود اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بوجستمون ريبنز، اسف ستروجين ريبنز، دي بتاعت بقى الحته دي، دي بتاعت الحته دي، الحته دي حتتها قوي النزلايه دي. تمام، بس هي مجهده شويه وتعبانه، هنشوف هي هتعمل معانا ايه. جايبها معايا من الحر يعني، لحقها من الحر. بس هنسيب دول كده. حط دي برضه تشتغل معانا، ودي الكسرة بتاعتها يبقى من هنا. برضو معانا روتالا بونساي، حاجة كده روتالا بونساي اهي، ورقها بس ايه برضو مجرد جايبها من الحر انا، فجايبها الحقها بصراحة يعني. الحرارة السنة دي غير عادية، بهدلت الزرع. ايه ده، في حتة سان ست مجهدة. انتوا رأيكم في السان ست، نحطها في الحوض ده ولا بلاش منه؟ عندكم برضو اقتراحات، اتكلموا معايا كده وقولوا لي الدنيا فيها ايه. حتة جونكوز ريبنس برضه نزرعها هنا في الظهر برضه. بص بقى، انا مكنتش ناوي اعملها بس يلا. لوجيا سنغال، لوجيا سنغال داخله معانا، مش عارف بقى دي عايزه اضاءه قويه جدا
عايزة إضاءة قوية جدا 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 جدا. نحطها هنا. أنا حطيتها هنا ليه؟ الفريم هنا أنا كنت مكتره شوية هنا في النص، ورا مش هيبقى بعيد شوية عن الفريم، فأنا برضو إيه هحطها هنا لحد ما هي تكبر ونشوف هي هتعمل معانا إيه. بص جايب لكم كمان نوع بوكستمون. مش عارف اسم الاسامي النهارده رايحه مني. اسمها بوكستمون ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الاسامي رايحه مني في 60 داهيه. احنا حطينا الإريكتوس، يبقى فاضل ايه؟ الإريكتوس ستيلوس بوكستمون ستيلوس بوكستمون ستيلوس اهي. بس عشان فيها موس. الستيلوس دي برضو نبتة يعني تعتبر ميديوم تك هاي تك، على قد ما تديها هي هتديك مستوى كويس جدا. بتطول بشكل هستيري. ممكن نحطها في الظهر ورا، ممكن نحطها جنب الستيلوس الإريكتوس. الإريكتوس والستيلوس. عيلة البوكستمون دي أصل عيلة كبيرة ورايقة قوي يعني. عيلة يعني بنت بشوات. ثانية واحدة بس بطلع الموس. بص بقى الحته دي، بص الحته دي، بص الحته دي اهي كده اهو، كده 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 كده. انا كنت عايز احطها هنا اهي. ممكن نجيب دي كده شويه. بس كده. اقتراحاتكم ايه كاربت للحوض ده يا جماعه؟ عايزين الناس كده تتكلم معانا شويه.
جبت شويه جمبري هنزله الحوض. قولوا بسم الله ما شاء الله، صلى على النبي. انا جبت شويه جمبري وهنزله الحوض هنا عشان ايه يبتدي بقى نعمل الحوض بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا عامل لكم النهارده لايف ايه نموذجي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. كده الحمد لله. يعني ايه، احنا عملنا تأسيس. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. كده احنا عملنا تأسيس، نزلنا الجمبري، نزلنا بعض النباتات، عملنا كده تأسيس لبعض الامور. يا رب تكون الناس استفادت حاجه من الحلقه بتاعت النهارده، والناس عرفت معلومات. وان شاء الله هنتابع بقى ايه النبات. حد تسميد النهارده وعلي الغاز شويتين ونتوكل على الله. يلا عشان ورايا بس التليفون كده عايز ارد عليه. يا رب تكون الناس استفادت، واشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله.